طب ما تيجي انا وانت كده واحنا على الهوا نحاول نختار ملعب لمباراه الاهلي والزمالك في بطوله افريقيا التي ستقام من 19/7. تيجي نرشح ملعب. انا هسالك وحضرتك تجاوب. ممكن؟ لا استاد الدفاع الجوي. ممكن قول نعم او لا؟ لا، ما هو بقول لحضرتك. طيب معلش حضرتك قول لي نعم او لا بس. لا. استاد القاهره. لا. استاد طلائع الجيش. لا. ملعب المقاولين العرب. لا طبعا. استاد برج العرب. مش امنيا، هو من الامانه رافضه تماما. رافضه. الاستاد حرس الحدود. وعلى فكره كابتن شوبير رافضه برضه، لان يعني كان في نوع من السلبيه لما حصلت تهجم على الاستاد. صحيح. البرج العرب. نعم. ما حصلش اي نوع طيب من يعني الاجابه لا ما ينفعش. طيب استاد حرس الحدود نفس الوضع. طيب استاد الاسماعيليه. لا طبعا. استاد السويس. برضه لا. استاد المصري. لا طبعا. طب هل تبقى استادات اخرى يا فندم؟ الجونه والجونه طبعا. الجونه صح، انا نسيت الجونه صح. انا اقول لحضرتك على حاجه، ما هو في مشكله للجونه. ان حضرتك الماتش هيكون في رمضان ومفيش اضاءه في الجونه. صحيح. طيب ايه رايك في استاد ام درمان؟ مش هزار، انا مش والله جد جدا. ايه رايك حضرتك في استاد ام درمان؟ والله يا كابتن شوبير دي بقى ترجع ليهم هم الانديه تختار بقى. لان انا برضو كان في اقتراح كده ان يتلعب الدوره تحديد البطل في اي دوله طالما الامور مش متظبطه، لان حرام برضو بعد موسم طويل كده ان ما يكملش الدوري. نعم. فكان في برضو اجتهادات كده في الجونه، في شرم الشيخ، في الكلام ده. انسى مصر يا فندم، انسى جمهوريه مصر العربيه يا ست العميد. هيجوا لك لو ده هم راحوا الكونغو وراحوا اثيوبيا وراحوا تونس وراحوا انجولا، فما تتعبش قلبك يعني. انسى مصر، انسى جمهوريه مصر. لو اتحطت في مكان في نظام وفي قانون تتلعب. لو ما اتحطتش في حته فيها نظام وفيها قانون، واحنا في مصر عندنا كلنا القانون غائب بقاله شويه يعني. فحضرتك تنسى مصر، انسى مصر خالص يا فندم دلوقتي. عشان كده حضرتك انا بعت جواب لنادي الزمالك النهارده بقول لهم اختاروا الملعب، لان هم هم اصحاب الملعب. هيختاروا فين؟ طب سؤال برضه مش بهزار. لو الزمالك قال انا هلعب في السودان، انا مش بهزر بتكلم جد. ما هو باعت لي يا كابتن شوبير عشان اخسر الاتحاد الافريقي، فهو لما يبعت لي كده ما عليا غير ان انا هبعت للاتحاد الافريقي ان الزمالك اختار انه يلعب في السودان. اشكرك شكرا جزيلا العميد ثروت